روايات موجودة في مستدرك الصحيحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، لو اجتمع الناس على حبك لما خلق الله النار. حلو. لأنك أنت قسيم النار والجنة. نعم. شنو دليله؟ شنو دليله؟ أكيد دليله علي حب جنة قسيم النار والجنة. هذا هو دليله، هذا هو دليله. بارك الله بكم. هذا هو دليله. هذا هو. كله بيت شعر وحلم. لعب. نعم. الجنة تحت باطهم. تحت ابطل الجنة طال عمرك، ما عنده شغل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات موجودة في مستدرك الصحيحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، لو اجتمع الناس على حبك لما خلق الله النار. لأنك أنت قسيم النار والجنة. اللهم صل. تقول للنار: خذي هذا ودعي هذا. يا عيني عليك، يا عيني عليك، يا عيني عليك. علي رضي الله عنه قاعد على الصراط، يا الجنة خذي هذا قطي هذا، وهذا شيلي، وهذا وخري، وهذا حطي مني، وهذا حطي. ماكو شغل، ماكو شغل، ماكو شغل. لأنك أنت قسيم النار والجنة. تقول للنار: خذي هذا ودعي هذا. هاي كتب السنة مليئة بهذه الأحاديث. كتب السنة مليئة بالأحاديث. ليش ما تقرون كتبكم؟ ليش ما تقرون كتبكم بأن علي رضي الله عنه وارضاه هو قسيم الجنة والنار؟ ليش ما تقرون كتبكم يا نواصب؟ أنت قسيم النار والجنة. تقول للنار: خذي هذا ودعي هذا. هاي كتب السنة مليئة بهذه الأحاديث. كتب السنة مليئة بهذه الأحاديث. يعني كذب عيني عينك، كذب عيني عينك. بس مشكلة القطعان اللي قاعدة تحت المنبر يعني لا يمكن أن تخالف أمر هذا الزنديق. نعم والله كذبت. الله عليه وآله وسلم. ابن حجر العسقلاني يذكر، الإمام السيوطي، الهيثمي في مجمع الزوائد، مستدرك الصحيحين، ومئات وعشرات الكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت؟ سمعت المصادر؟ سمعت المصادر التي ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر. السيوطي، الهيثمي في مجمع الزوائد، مستدرك الصحيحين، ومئات وعشرات الكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله أنا أول واحد يأبى هذا الكلام. أنا أول شخص يأبى هذا الكلام. علي رضي الله عنه وارضاه ليس بخير البشر، ليس بخير البشر. كل أهل السنة والجماعة كفار، ملايين المسلمين كفار، كفرتوهم بهذا الحديث. علي خير البشر. لا والله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر بأبي هو وأمي. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة، ما يحصيها أحد. وإني رأيت في ليلة الإسراء والمعراج، رأيت ابن أبي طالب لا يعرف أولها ولا آخرها إلا الله، ولكن فضائل علي من كثرتها، بحيث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ذكر فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جلس في مجلس يسمع فضيلة ويستمع فضيلة من فضائل علي أسقط الله عنه وغفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. ومن قرأ فضيلة لعلي في كتاب أسقط الله عنه وغفر له الذنوب التي اكتسبها بالعين. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو رواية ولا قصة. البصر. ومن جلس يسمع فضائل علي بن أبي طالب احتشدت الملائكة في ذلك المكان تستغفر لأهله إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.